السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى يلقاكم هذا الفيديو وانتم في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نشارك معكم فطائر مالحة كيجيو رائعين بزاف، مع واحد العجينة اقتصادية بلا زبدة وفيها واحد المكونات هكا اقتصادية، والنتيجة ديالها كتجي قطنية ولذيذة. نتمنى ان شاء الله تجربوها. وتا الحشوه درتها بسيطه ما فيهاش بزاف ديال المقادير وكتجي بنينه بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوهم ويعجبوكم، ونعطيكم بعض الافكار تزيدوهم في الحشوه وغادي تحصلوا على مذاق احسن من اللي تحصلت عليه. بقاو معايا نشوفوا الطريقه والمقادير ديال هاد الفطائر ان شاء الله. بسم الله على بركة الله. هنا في واحد الاناء عندي 4 ديال الكيسان ديال الدقيق، ديما القياس بالكاس ديال العنبه. اللي باغيه تاخد دير بالميزان غادي ديري 400 غرام ديال الدقيق. غادي ندير هنا ملعقه كبيره ديال الخميره حبيبات ديال الخبز. غادي نسم هاد العجينه ملعقه كبيره ديال الحليب غبره اولا نيدو. يمكن لك يا اختي الا عندك الياغورت الطبيعي دير واحد نص علبه اولا شي 2 حبات ديال الفرماج، اولا تعجني هاد العجينه بالحليب. درت تما نص شيه ديال الخميره الحلويات ما يعادل 4 غرام، ملعقه صغيره ديال الملحه تكون ممسوحه ما ديروهاش عامره باش ما تجيكمش مالحين. درت 4 كاس ديال الزيت، ملعقه كبيره ديال السكر. عندي هنا بياض بيضه، حبه وحده ديال البيض. غادي ناخذ البياض البيضاء والصفار غادي نحتفظ به باش غادي ندهن هاد الفطائر. غادي نعجن هاد العجينه. دفيت الماء واحد شويه، يمكن لكم الا عندكم الوقت تعجنوها غير بالماء بارد، ولكن غادي تاخذ لكم الوقت الى هكا باش تخمر. كنتم مزروبين عليهم باش دغيا توجدهم غادي ديروا الماء دافي. غادي نعجن عادي، ما غادي ندير لكم حتى شي حاجه. هنا فوتت فيها شويه الماء، فغادي نضيف واحد 2 معالق كبار ديال الدقيق وجمعتها. من بعد ما تجمعت لي وكانت هكا ما خصهاش تكون جاريه بزاف وما تكونش قاصحه، تكون رطبه وما كتلصق واحد شويه ماشي بزاف. دهنتها بشويه ديال الزيت وغطيتها بالسلوفان. غادي نخليها كتخمر. غادي ندوزو للحشوه. عندي هنا حبه ونص ديال البصله اللي كانوا شويه كبار، درت حبه ونص. درت حبه كبيره ديال الفلفله قطعتها مكعبات. درت شويه ديال الزيت بلديه. غادي ندير ملعقه صغيره ممسوحه ديال الملحه، واحد نص معلقه غادي نضيفها ديال الابزار. صافي. وغادي نرد هاد البصله وهاد الفلفله كي على عافيتكم متوسطه حتى كيدبلوا. انا كنت ناويه ندير غير البصله نشحرها مزيان، وغادي نضيف عليها الكفته، وغادي نضيف عليها بطاطا مقليه. ولكن مشيت باش نقلي بطاطا لقيتها ما كايناش، فعوض ديك بطاطا مقليه عوضتها بفلفله. درت هنا باش يعطيوني اللون لهاد الحشوه درت نص معلقه ديال البابريكا اولا فلفله حمراء، ملعقه صغيره ديال الهريسه ما عنديش حاره بزاف. درت تما واحد المعلقه صغيره ديال الثومه بودره، واحد رشيشه اولا ملعقه كبيره ديال الزعتر. الا ما عندكش الزعتر غادي تعوضيها بمعدنوس. درت ملعقه كبيره مع مراش ديال صلصه الصوجه. هاد الصلصه وهاد الثومه بودره والزعتر كتعطي بنه واعره للحشوه. درت واحد شويه ديال الزيتون مقطع حامض، وكيف ما لاحظتوا عندي واحد شويه ديال الكفته، تكون واحد القياس ديال 10 دراهم ديال الكفته. مهم اللي عندي في الدار يا فلفله يا بصله. مهم بقيت كنقلب كي غادي ندير هاد الفطائر. مهم نتوما حاولوا اللي عندكم ديبانيو بيه، عندكم دجاج عندكم طون عندكم غير الخضره حاولوا ديروا الخضره وتنسموها هكا بتوابل باش تبنان. درت واحد شويه ديال الكنور اولا ضماد البنه، وغادي ندير هنا واحد 2 قطع ديال الفرماج مثلث. صافي هذه هي الحشوه. نتمنى ان شاء الله تجربوها وان شاء الله غادي تعجبكم. غير هي من الاحسن البنات الا عندكم بطاطا مقليه ضيفوها هي التاليه، تكون مقطعه مكعبات وقلينها ومنسمينها بواحد شويه ديال الملحه. من بعد ما تقلى ضيفوها في الثالث. هذه الحشوه غادي تعطيكم بنه اكثر، وتا الفطائر غادي يجيوكم عامرين ما يجيوكمش خاويين. صافي رجعنا ان شاء الله رجعنا
العجينه ما شاء الله ضاعف الحجم ديالها كيف ما كتلاحظوا. غادي نحيد غادي نخويها من ديك لي غاز اللي تكون من الخميره، وغادي نقطعها ل8 ديال القطع اولا 8 ديال الكويرات. كل كويره درت فيها 90 غرام. كيف ما كتلاحظوا العجينه شويه كتلصق، باش انا كنضيف شويه ديال الدقيق. ضروري تخليوها هكا خفيفه، ما تكونش جاريه، تكون كتلصق واحد شويه باش يجيوكم هاد الفطائر رطب. العجينه اولا لي بات ديال هاد الفطائر كيجيو مفشفشين ورطبين. صافي درت واحد شويه ديال الدقيق وكورتهم، غطيتهم بالسلوفان باش ما يديروش القشره، وغادي نبدا نعمر في هاد الفطائر. قبل ما نعمر كندير واحد شويه ديال الدقيق وكنقرص الجناب كتر على الوسط كنخليه شويه غليظ باش مي غادي نجمع الفطائر ما يتقطعوش ليا من نكون كنقرصهم. الوسط كنخليه عريض فيه اللبابه اولا فيه العجينه، والجناب كنقرصهم مزيان اولا كنطلقهم مزيان. كندير واحد الملعقه كبيره ديال الحشوه. في هذه المرحله اللي عندكم الجبن موتزاريلا ما غاديش ديروا داك الجبن مثلث، غادي تفاداوه وغادي ديروا تكون واحد الملعقه كبيره ديال الجبن الاحمر اولا موتزاريلا. غادي تحصلوا على مذاق واعر، ولكن انا ما عنديش الجبن، ما عنديش الاجبان كاع، فعوضتها بديك 2 قطع ديال الجبن مثلث باش تعطي نكهه زوينه للحشوه وصافي. اما اللي عندكم الجبن من الاحسن. انا كنهضر وانتم كتشوفوا في الفيديو وبين الطريقه. درت ديك الملعقه كبيره ديال الحشوه وجمعت الجناب. العجينه كتكون رطبه دغيا ملي كتقرصوها دغيا كتقرص، يعني دغيا كتجمع وصافي. عندكم تقيسوا داك الجناب بالزيت باش تبغي تقرص ليكم مزيان اولا تجمع ليكم العجينه. كندير ملعقه كبيره ديال الحشوه وكنجمع كيف ما قلت لكم العجينه رطبه دغيا كتلصق مع بعضياتها، وكنحطها كنبقى مستمره وكنحطها في اللاطه اللي مفرشاها بورق الزبده. صافي البنات، من بعد ما كملت داك 8 د الكويرات خليتهم مرتاحوا واحد شويه وبديت كنقرص فيهم باش تعطيني الطوع. كنقرص من الوسط وكنرد من الوسط للقنات، كتبداو تقرص من الوسط باش ديك الحشوه كتسرح في الحبه كامله. هنا غادي ندهنهم بديك صفار بيضاء، ضفت عليه واحد ملعقه كبيره د الحليب اولا ملعقه كبيره د الماء ولا 2 معالق اللي بغيتو على حسب القوام ديال البيض كي بغيتوه. كندهنهم وكنرد الفران كيسخن واحد 5 ديال الدقائق على عافيه تكون متوسطه. كنقبط اللاطه كنطلعها الفوق على حسب الفران ديال الغاز. كنطلع اللاطه الفوق والعافيه من تحت منهم. بعد ما كنحس بهم صافي تحمروا طابوا من التحت كنهبط اللاطه لتحتها وكنخلي العافيه مهيله على وجههم باش كياخذوا واحد اللون ذهبي خفيف. هنا خليتهم فاتوا الطياب واحد شويه كيجيو مقطنين. الا بغيتوهم غير هكا خليهم غير هكا. انا بغيت نعطيهم واحد الشكل هكا بالاله ديال البانيني. اللي عندها دير هاد الشكل واللي ما عندهاش بلاش. تزين هاد الفطائر بالجلجلان اولا بالزرارع غادي تحصلي على فطائر زوينين. ولكن اللي عندك اختي الماكينه ديال البانيني ديرها الطريقه كيجيو شكل مختلف كيجيو حتى مقرملين على برا. صافي كيف ما كتلاحظوا دهنت واحد شويه رشيشه بسيطه ديال الزبده في الشتاء غير باش كنتحصل على واحد التحمر زوين. وغادي نحط الحبه ديال الفطيره وغادي نغلق عليها. من بعد ما تحصلت هكا على شريطات غادي نلوي واحد شويه، غادي ندور وغادي نخلي ديك الشراطي اللي كانوا في ديك الاتجاه يرجعوا مباشره قبالتكم. هاد الطريقه غير كنوضح بالنسبه للبنات المبتدئات باش تحصل على داك المربعات لا في الطاكوس ولا في الفطائر. كتحطوا الحبه وكتوليو ديروها في جهه المعاكسه وكتغلقوا الآلة البانيني مزيان باش كتحصلوا هكا على مربعات. هنا الفطيره شويه تبزطت لي مع القنت لان عندي الآلة ديال البانيني عندي صغيره. اللي عندكم كبيره ما غاديش تقرص لكم بحال هكا بحالي. عندي صغيره فردوا البال بالنسبه للفطائر الا كانوا عندكم ما ديروهمش كبارين الا كانوا عندكم الآلة ديال البانيني صغيره. صافي كنبقى مستمره كنقبط واحد شويه د الزبده، واحد رشيشه خفيفه ديال الزبده على وجههم وكنديرها كتراسي وكنولي نقلبها عاوتاني في الجهه المعاكسه.
كنبقى مستمرات كنكملهم. كيجي الشكل ديالهم رائع كيف ما كتلاحظوا. الا عندكم البنات الجبن غادي تحصلوا على فطائر واعرين، الجبن موتزاريلا اولا الجبن الاحمر. وزيدوا ديروا الدجاج الا بغيتوا، ديروا الدجاج والكفته اولا ديروا بطاطا مقليه، غادي تحصلوا على مذاق واعر. انا ديبانيتي بداك الشيء اللي عندي، وصراحه جاو بنانين بداك التوابل. نتمنى ان شاء الله تجربوهم. خليتكم في رعايه الرحمن، تهلاو في راسكم. نتلاقاو ان شاء الله الا بغى ربي في فيديو واحد اخر. السلام عليكم.